السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد وقضيه جديده. في هذه الحلقه ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا على اكبر سفاح مر في تاريخ المغرب واللي ارتكب بزاف ديال الجرائم، كان كيستهدف فيها بالدرجه الاولى السجانين ورجال الامن والمسجونين، وانا متاكده انكم غادي تشوكاو منين غادي تعرفوا كيفاش كان كيصفيها للضحايا ديالو. هاد السفاح هو إبراهيم الطارقي الملقب بإبراهيم أنزا. تزاد إبراهيم أنزا في مدينة خريبكة، منين تلقات الأم ديالو انتقل معاها لمدينة أكادير وتما فين استقروا عند خالتها، وبالضبط في قرية أنزا، وهنا منين جا اللقب ديالو. دخلاتو الام ديالو للمدرسه ولا كيقرا حتى هو بحالو بحال الوليدات. الحاجه اللي كان مختلف فيها هو انه كان مشاغب وكان عنيف، كيضرب صحابو وكيجبد الصداع سواء في المدرسه ولا في الحومه. بقى هكذا حتى وصل لسن 14 سنه، ضرب ولد الجيران بحديده وقتلو. وهذه كتكون اول جريمه كيقترفها ابراهيم وكيتحال فيها المركز التربية، بحكم أنه ارتكب جريمة قتل ولكن كان مازال قاصر. ضرب شي شهورة وخرج، ولكن خرج إبراهيم من تما صحيح وقوي البنية، كاين اللي شدو كيعطيه قتلة ديال العصا واخا يكون كبر منه. وقع عليه نقاش مع ولد الجيران، شد جنوية طعنو عدة طعنات قاتلة ومشى في حالو لتطوان. إبراهيم ولا روشيرشي من طرف رجال الشرطة، بقى مخبع في دوك لي شونتيي ديال البني، كيبريكولي في البناء وكيعاود يمشي يتخبع، حتى لواحد النهار عرف انه شحال ما بقى غادي يطلق عليه القبض وغادي يدخل للسجن. قال مع راسو الحل اللي غادي ندير هو انني خصني نمشي نخوي البلاد. تعرف على واحد جوج ديال الحراقه، قالوا ليه باش يعطيهم 5 ديال المليون ويعاونوه يحرق لاسبانيا. اتصل ابراهيم بالوالده ديالو، عاود ليها على المخطط اللي ناوي يدير. الام رحبت بالفكره وقررت انها تعاون فلده الكبد ديالها. صيفطات ليه 3 ديال المليون. هاد 3 ديال المليون هي اللي قدرت تدبر عليها بالمساعده مع اختها. ابراهيم هز دوك 3 المليون، اداهم لدوك جوج حراقه وطلبهم ورغبهم، قال لهم غير عاونوني، انا راه ما فحاليش وكان واعدكم غير غادي نوصل غادي نخدم ونصيفط لكم البقيه ديال رزقكم. هما وافقوا وقالوا ليه اوكي، ولكن راه غيمشيو معاك ناس واحد اخرين وعندك تقول لهم شي حاجه، حنا راه تعاملنا معاك غير انت. ولكن هاد الجوج ديال الحراقه خواو بابراهيم، خداو الفلوس ومنين دار معاهم البلاصه فين غادي يتلاقاو غبر ليهم الاثار. ابراهيم ما فقدش الامل، بدا كيقلب عليهم وكيسول عليهم حتى لقاهم واحد النهار في واحد القهوه في تطوان بجوجهم. هجم عليهم في دقه وحده، بحكم انه كما كيقولوا كان عظمه وكان الطول ديالو كيوصل ل2 متر وعاد كان ضخم الجثه. منين شدهم بجوج حكمهم في واحد القنت، جبد جنويه وطعنهم عده طعنات خلاوهم طايحين في الارض ما قادرينش يتحركوا. مول القهوه هبط الريدو وخلى ابراهيم محبوس تما في الداخل. ابراهيم ما لقى ما يدير، بقى جالس تما حتى جاو البوليس ولقاو عليه القبض وداوه لمخفر الشرطه. في التحقيقات لقاوه انه ديجا روشيرشي وديجا راه قاتل روح. في الجلسة تحكم على إبراهيم بالإعدام وهو باقي في المحكمة. بغى يهرب، نقز وبدا كيجري، تعرض ليه واحد البوليسي. إبراهيم جبد الجنوية، نحر البوليسي وخلاه طايح في الأرض جثة هامدة. كمل إبراهيم الفرار ديالو وفي طريقه تعرض ليه بوليسي آخر، جبد عاوتاني إبراهيم الجنوية وطعنوا طعنات قاتلة. ولكن قبل ما يخرج من باب المحكمة تحماو عليه بزاف ديال البوليس واستطاعوا أنهم يوقفوه ويلقيو عليه القبض. داوه لسجن قنيطرة، ولكن هاد المرة كان إبراهيم ديما مينط، يعني كان المينوط ما كيحيدش ليه من يديه بمرة بالليل وبالنهار. هادشي بزاف، انا كنطلب منهم يرفقوا عليه، يحيدوا له هاد المينوطات ولا يعدموا هاد الدري يريحوه تاو، راه بين 4 الحيوط و2 مينوطات راه بزاف. ابراهيم ما تقبلش هذا الوضع وبدا كيفكر في شي خطه اللي غادي يهرب بها من الحبس. دار براسو بانه انسان طيب وخلوق كيتعامل مزيان مع الحباسين ومع المحبوسين، حتى امنوا ليه وداروا فيه الثقه.
استطاع ابراهيم يطرطق المينوط بشي طريقه وبقى جالس في الشومبر ديالو. منين وصل الوقت ديال الفسحه جا عنده داك الحباس بدا كيعيط ليه باش يخرج. ابراهيم تعطل، يلاه بغى يقول ليه مالك تعطلتي ياك لاباس. هجم عليه ابراهيم وحط ليه الحديده ماضيه على عنقه، بغى يخليه رهينه ويدير ليهم الشونطاج، اما يخليوه يخرج او اللي يقتله. السجان بدا كيقاوم، ابراهيم نحرو بلا رحمه بلا شفقه وخلاه جثه هامده في الارض وبغى يهرب. كيتعرضوا ليه جوج ديال السجانين واحد اخرين، ابراهيم كيطعنهم حتى هما طعنات قاتله ولكن ما ماتوش. هاد الطعنات تسببت لهم في عاهات مستديمه. لان السكين دخل لي في اللحم ديالي، ما قديتش نريزيستي، رخيت جبد عليا داليا العنق ديالي. ما وقفش هنا ابراهيم، شد واحد المسجون ودار ليه الحديده في عنقه وقال لهم يا اما غادي تخليوني نخرج او لا نقتلو. بداو البوليس كيتفاوضوا معاه وقدروا يقنعوه. طلق ابراهيم هذاك المسجون بلا ما ياديه، تلقى القبض عاوتاني على ابراهيم وتحكم عليه بالاعدام للمره الثانيه. بقى ابراهيم في السجن كيتعامل بواحد الصرامه وحتى الفسحه تحرم منها، حتى جا الوقت اللي غادي ينقلوا فيه ابراهيم من السجن ديال قنيطره لسجن الزاكي، ومن بعد من سجن الزاكي لسجن مول البرقي. وفي هذا السجن بدا ابراهيم الخطه ديالو باش يهرب، الخطه ديالو اللي كتبدا دائما بالاخلاق والطيبوبه والتعامل باش هكذا يكسب الثقه ديال المسجونين والسجانين. وشويه بشويه قدر حتى هو يولي يخرج للفسحه، حتى لواحد النهار دبر على واحد اللاما اللي قدر يقطع بيها القضبان ديال الشرجم اللي عنده في الشومبر، واستعد باش يهرب. سبق رجليه هما الاولين ولكن راسو كان كبير، لصق ليه في الشرجم، بدا كيغوت ربي اللي خلقه. حتى جا الامن لقاو عليه عاوتاني القبض وحولوه لسجن مكناس. نفس الطريقه ابراهيم بدا كيكسب السجانين والمسجونين، يعني نفس الخطه كيمشي عليها حتى كيوصل للهدف ديالو. وهو في الفسحه دبر على حديده، شد واحد السجان وحطها ليه على عنقه وقال لهم يا اما تخليوني نخرج ولا غادي نقتلو. بداو البوليس كيتفاوضوا معاه ولكن ابراهيم غادي يطعن داك السجان مسكين طعنات قاتله حتى طيحوا في الارض جثه هامده. رجال الامن منين شافوا هذا المنظر وبالخصوص من عارفين الدوسي ديال ابراهيم انه مجرم خطير وما كيرحمش، ما كان عليهم الا انهم يتيروا عليه بالقرطاس في الراس ديالو في الصدر ديالو حتى طاح حتى هو جثه هامده في الارض. وغتكون هذه هي النهايه ديال ابراهيم انزا اللي رونها في كاع السجون ودار الرعب في السجانين والمسجونين ورجال الامن. وهنا كتسالي القضيه ديالنا، واللي اول مره كيزور القناه ديالي وباقي ما اشتركش وعجبو المحتوى طبعا يخلي واحد اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، ويدير لايك وكومنتير يخلي لنا فيه الراي ديالو في هذه القضيه. وخليتكم بألف خير، مع السلامه.